اهلا بكم مره ثانيه. تصريحات ليك: بعض كوادر الاخوان لا يعرفونني جيدا وهو ما يسبب لي بعض المشاكل. تصريح ليك؟ لا طبعا كل الاخوان اللي عاشوا معايا في المجلس الشعبي يعرفوني كويس قوي، وعلاقه ممتازه بيني وبينهم. لكن بعض اللي ما يعرفوكش بيسببوا لك مشاكل؟ لا، بعض اللي ما يعرفونيش خالص قد يستمعوا الى حد بيتكلم في اثناء الفوضى والشائعات ويصدقوه. علمت بوقائع معركه الجمل من التلفزيون، والموضوع ده كله حصل بالصدفه. ايه بالصدفه يعني؟ الموقعه كلها؟ لا انا ده حقيقه، انا عرفت التلفزيون، كنت انا قاعد بتفرج على التلفزيون لقيت الجمل داخل وشويه حصينه، فافتكرتهم في الاول ان هم داخلين يعملوا فرحه ورقص وبتاع، وبعدين لما جه الراجل بيضرب العصايه اللي راكب الحصان انا الحقيقه صرت جدا، وتاني يوم عملت بيان عاجل في مجلس الشعب اطلب فيه محاكمه عسكريه عاجله للي عملوا العمل ده. وانتوا نشرتوها عندكم في اليوم السابع، ونشرتوها في كل جرائد مصر، في الاهرام وفي الاخبار وفي الجمهوريه وفي الوفد وفي كل السيطات. تاني يوم ده كان يوم 4 ويوم 5 فبراير. امال ازاي كل القيادات موجوده؟ امال ازاي جه اسمك جه في الموضوع؟ تلفيق واحد كده بيألف قصص. من مين؟ بيوزع اتهامات. شوف بقى مين بقى، واحد بيوزع اتهامات كده، قاعد كده قال لك فلان ده نقول له نعمل له الفيلم. ايه بقى اتهاماتي بقى؟ ان واحد سمع من واحد ان واحد قال لواحد ان انا بعت 50 جنيه وعلبه كشري لواحد في ميدان التحرير، والتاني قال لك انت القناص قاعد كده على الكرسي. زعلان على شهداء موقعة الجمل؟ طبعا. ليه؟ ما في لا استنى تاخدنا في ايه؟ ما فيش شهداء لموقعة الجمل يا استاذ. لا انت بتوقعني. لا انا شهداء يناير مش الجمل. ما كانش في شهداء في موقعة الجمل، ولا 8 اظن. يا سيدي الفاضل، ما ده الافك، ده الكذب اللي الناس قالوه وزوروه عشان يعملوا منشطات في الجرايد. لكن مش صحيح. اسال الرويني، اسال شهاده الشهود الحقيقيه، لا مجني ولا مجني عليه ولا سلاح. تجيب منين اللي اتقتل؟ هل قال محمد ابو العيني ايضا ان احمد عز لفقت له قضايا ماليه لاسباب سياسيه؟ لا. طب انت مقتنع بالقضايا اللي بيتحاكم فيها احمد عز؟ يعني هي الحقيقه السياسه لعبت فيها دور كبير جدا، وانا ارجو انه القضاء العادل المصري يعني السياسه لها دور، يعني انت قلت اهو. لا ما قلت، لا المعنى ده ما قلتش المعنى ده. لا انا لكن موافق عليه. موافق عليه، على انه احمد عز السياسه هي اللي صنعت قضايا الماليه، لكن هو يعني طاهر اليد. شوف، احمد من رجال الاعمال الاذكياء جدا والاكتف جدا، وانا ارجو انه القضاء العادل ينظر اليه بنظره يعني اشمل من اللي حصل ده، وما ندخلش السياسه في القضاء بس. فين نقطه ضعف احمد عز؟ اساله هو، تسالني ليه؟ مش كان قريب منك؟ لا، احمد اخويا وحبيبي كل حاجه، وان شاء الله ربنا يفك اسره، لكن انا هو اسير ولا سجين جنائي؟ هو سجين جنائي دلوقتي. امال ليه بتقول اسره؟ اسره مش، ما هو اسره دي كنايه عن السجن. ماذا لو ألح عليك ابناء دائرتك بدخول الانتخابات مره ثانيه؟ هتوافق؟ هفكر. عايز؟ انا دلوقتي مش عايز، بس هفكر. طيب ماذا لو عرضت عليك احدى الدول العربيه، طرف خارجي اهو، نقل استثماراتك اليها؟ انا اتعرض علي عشرات المرات، وبقول مصر هي بلدي الاولى باي استثمار. انا لا يوجد لي استثمارات في اي مكان في العالم الا مصر، وجريت للصحراء عشان اعمل قلاع صناعيه في العاشر من رمضان وفي السويس وفي العوينات عشان ابني البلد. ومش خايف من السجن؟ من ليه السجن ليه؟ لو حصل حكم في موقعة الجمل؟ لا مش خايف، وان شاء الله مش هيحصل. اطمئنانك ده بسببه ايه؟ لانه انا بريء، لا شفت ولا رحت ولا سيدي ولا حد شافني ولا حد سمعني. هيلفقوا بقى غديه، ده موضوع تاني بقى. ماذا لو طلب منك؟ ان شاء الله طبعا، انا مش عاوز اقسم على القضاء، بس انا بقول لك على موقفي انا لا حد شافني ولا حد سمعني في التليفون ولا حد صورني ولا هي اصلا كنت اعرف منها حاجه الا من التلفزيون، فازاي هتيجي حكم يعني؟ والسيراميك واللي يقول لك مفيش سيراميك، هذه برضه من ضمن الوشاي. انت لما تمسك سيراميك وتكسرها ويجي لك حته كده مفلطحه، تقدر ترميها على حد؟ تعور حد؟ هي تروح مسافه بعيده. اللي كان هناك كان كسر رخام وحجر، كانوا بيكسروه من التلتوار بتاع دوت. مفيش فيه سيراميك.